وهنا البنات رحنا ساليناها، تبارك الله جات زوينه ما شاء الله. هذا ما كان، نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. هذا النهار غنشاركوا معكم الشباكيه ان شاء الله. غادي نبدي لكم بالمقادير. عندنا هنايا 2 كيلو ديال الفرينه، و2 كيسان ديال اللوز مطحون، و2 كيسان ديال الجنجله المطحونين. هنا رحنا كفوتناهم مع الفرينه باش يتغربلوا مزيان. وعندنا كاس ديال نص كاس عفوا ديال حبه حلاوه والنافع حتى هما مطحونين. وعندنا 2 كيسان ديال الزبده مذوبه و2 كيسان ديال الزيت. وعندنا نص كاس ديال الخل ونص كاس ديال المزهر والزعفران الحر في الماء، وهذه الكوزه وشويه ديال القرفه وشويه ديال الملح وشويه ديال السكينجبير اللي باغي نسم به، و2 بيضات و2 خمارات. هذا ما كان في المقادير ان شاء الله. صافي دركي غادي نديرو الزبده مع الزيت. هذه الكوزه راه كنغربلوها. نص كاس ديال المزهر، وغادي نزيدو عليه الخل، وهنا غادي نزيدو معلقه ديال القرفه وشويه ديال الملحه ومعلقه ديال السكينجبير صغيره. هنا رحنا كنخلطوا دوك المقادير مع الفرينه. وهنا غادي نزيدوا البيض من خلطنا المقادير مع الفرينه. و2 ديال الخماره الحلوه وكاس من المزهر والخل. وصافي وغنعجنو. غنديرو ديك درنا شويه ديال الخماره المعجونه، واحد نص معلقه هكاك. وصافي دركي غادي تعجنوها ان شاء الله يا ربي. وهنا صافي رحنا جمعناها، ها هي قسمناها بحال هكا.
هكا نخليوها ترتاح عند من كملنا كامل ونخدموها ان شاء الله. وصافي درك حنا بدينا نخدموها ان شاء الله. وهنا غادي نفوتوها هنا في هاد فوتناها في هاد الوراقه. هي درنا لها هنا 4 ديال الشراطيل. المهم البنات ها هي بدينا حنا كنقليو فيها ان شاء الله تبارك الله. النار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف، ما تكونش ناقصه. وهنا صافي راه طابت، حنا غادي نحيدوها نديروها في العسل مباشره. وهنا الجنجله حنا ما غاديش نديروه دركي حتى نحيدوها من العسل حتى نبغيو نقدموها، عاد باش نديرو عليها الجنجلان باش يبقى مزيان.